عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بكم في حلقه جديده في كلمه مصدقينها مع حجازي. النهارده هتكلم عن حاجه مشهوره في عالم العربيات، وهي النانو سيراميك. ايه هو النانو سيراميك؟ هو عباره عن منتج بيستخدم على اسطح العربيات بحيث ان هو يديها لمعه لمده طويله. طبعا النانو سيراميك ده لما نزل باسعار غاليه جدا عشان كانوا بيجيبوه من بره، من المانيا ومن دول زي دي، وبعد كده بدا يرخص وبقوا يجيبوه من الصين ومن دول تانية، وبعد كده وصلوا لمرحله اصلا انهم بقوا يعملوه في مصر ويعبوه في ازايز ويقول لك ده نانو سيراميك. ده عباره عن منتج بيتحط على سطح العربيه عشان يديها لمعه معينه ويحافظ على علاماتها لفتره معينه، تمام؟ بس الفترة اللي بيحافظ بيها على لمعة العربية دي بتختلف جدا على حسب نوع المنتج وعلى حسب الظروف اللي انت العربية محطوطة فيها، يعني محطوطة في جراج ولا متغطية ولا محطوطة تحت شجرة ولا بتغسل كل شوية ولا الكلام ده كله. يعتبر مسمى جديد لحاجة زمان كنا بنعملها، وهو البولش. لو فاكرين علبة الميدو البولش البرتقاني اللي احنا كنا بنلمع فيها العربية مع صنايع الدوكو، هي دي تعتبر التطور بتاع علبة الميدو دي. وبعد علبة الميدو طلع لنا حاجه اسمها الواكس او الشمع، وده عباره عن منتجات كنا بنستوردها من بره وكنا برضو بننمع بيها العربيات. وبعد الواكس طلع بقى النانو سيراميك اللي هو بقى موضه مره واحده كده، واللي هو جاي بقى لك العربيه واقول لك اللي هي عليها طبقه النانو سيراميك، ودي بيحافظها ودي بتحافظها من الخربشه وبتحافظ على لمعتها والكلام ده كله. طبعا موضوع ان بتحافظ على الخربشه والكلام ده كله كلام فارغ جدا. الموضوع ده ولا ليه اي اساس من الصحه. هل هو بيدي لمعان العربيه؟ اه بيدي لمعان العربيه، بس لمعان العربيه فعلا بيعتمد قوي على انت مخزن العربيه دي ازاي، حاطها في جراج ولا مغطيها ولا بتغسلها كل شويه. عادي جدا ممكن تحط لها تعمل لها نانو سيراميك النهارده ب 2000 3000 جنيه، وبعد اقل من شهر عادي جدا ولا كانك عملت اي حاجه. فانا بالنسبه لي النانو سيراميك دي كدبه كبيره، وناس كتير قوي مصدقاها وبتعملها عشان هي اول ما تعمل بيبقى شكلها حلو، بس هي فعلا مقابل الفلوس اللي انا بدفعها انا متوقع ان هي تقعد على الاقل من 6 شهور لسنه، بس هي ما بتقعدش كده خالص، الا طبعا لو انت راكنها في جراج وبتغطيها كل شويه، فساعتها هتقعد معاك كده. طب يا حجازي انا عايز العربيه تبقى شكلها حلو، اعمل ايه؟ يا عم روح للراجل بتاع الدوكو بتاع زمان، خليه يلمعها لك. بتوع الدوكو بقوا شاطرين قوي، بقى في منهم اللي بيلمع بمرحله واحده او بكذا مرحله على حسب انت العربيه حالتها عامله ازاي، وساعتها هتاخد نفس النتيجه بفلوس اقل، ومش هيبقى اتضحك عليك في حاجه معينه. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم. كان معاكم محمد حجازي في كلمه مصدقينها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل.